امبارح سألت سؤال: ايه الفرق ما بين السلوك الإيجابي والسلوك التنافسي أو challenging behavior؟ ايه الفرق ما بين positive behavior وال challenging behavior؟ وكان أول مرة أعرف المعلومة دي في الكوليدج. خلينا مؤمنين إن أي بني آدم سواء كبير أو صغير في سلوك كويس، يعني هو مولود بيه أو مثلا اتعلمه لوحده فبدأ يطبقه، وفي سلوك محتاج تغيير أو محتاج دعم. باختصار السلوك الإيجابي زي السلوك اللي بنلاقيها مثلا في الفصل او في البيت، اللي بيحب ينظم، اللي بيجي ينشر كده طاقة ويهزر ويضحك ودمه خفيف، اللي بيحب يرسم، اللي بيحب يبقى يشتغل في تيم وورك، يحب يبقى كايند، يحب يكوبريت. ده سلوك ايجابي، تحس ان لما حد بيعمله هو الطفل ذات نفسه كده او البني ادم عنده الصفة دي. طيب التشالنجينج بيهيفير ده سلوك محتاج يتغير او محتاج دعم، وفي انواع كتير، واحنا كبني ادمين اصلا لازم نشوف ده فينا، ايه اللي عايز يتغير وايه السلوك اللي اصلا موجود وايه السلوك اللي محتاج شوية شغل عليه. لما احنا نبقى نعرف الفرق ده فينا هنقدر نقدره مع الاطفال ومع اي حد قدامنا، سواء لو انتي مامي او مثلا مدرسة وعندك في الفصل ناس مش بتحترم الرولز، فده يبقى عندنا challenging behavior ان احنا نخليه يحترم الرولز. طيب عندنا طفل بيعمل بولينج مثلا، يبقى احنا محتاجين نعمل challenging behavior عشان ندعم فكرة تغيير السلوك بتاع البولينج. وعايزه اقول نقطه مهمه، ان اي حد بيتعرض بيعمل تنمر هو اصلا بيتعرض له، فلازم تاخدوا بالكم من النقطه دي. هقول لكم امثله وهقول لكم ازاي نشتغل على السلوك ده عشان نقدر نخليه challenging behavior ونخلي الطفل يتنافس مع نفسه فيه انه يغيره. طبعا خطي مش احسن حاجه، بس خليني افرق لكم ما بين البوزيتيف بيهيفير والتشالنجينج بيهيفير. البوزيتيف بيهيفير زي ما قلنا الطفل اللي عارف الرولز بتاعه الكلاس، اللي بينشر كده طاقه ايجابيه. على فكره نشر الطاقه الايجابيه انكلودينج التيتشر والطالب ذات نفسه، اللي دايما نيفر جيف اب، دايما كده عايز يعني كل ما يقع يقوم تاني، كل ما يقع يقوم تاني. الطفل بيحب يعمل شيرنج، الكايند اللي بيحب يشتغل في تيم وورك. طبعا في حاجات اكتر من كده، بس انا حاولت اكتب حاجات بسيطه عشان اقرب الفكره. طيب التشالنجينج بيهيفير بعض السلوك اللي عايز دعم عشان نغيره، زي الناس اللي بيجي لها نوبات غضب وبيعيطوا على اي حاجه، السلوك العنيف في التعامل، التنمر، عدم الاحترام، عدم following instruction، مش بيتبع اي توجيهات. نقدر نساعد الاطفال دي ازاي ونقدم لهم دعم؟ طبعا في سياسة وخطط معمولة في كل المدارس عن البيهيفير او السلوك، سياسة السلوك، وفي كود كوندكت للكلاس رولز، يعني لازم يبقى في وانت داخل المدرسة تقرا البوليسيز من الويب سايت وتعرف المدرسة دي بتعاقب على ايه، قوانينها ايه، حدودها ايه. وكمان مبدأ الثواب والعقاب، الحضور، التنمر، كل دي فيه سياسات متبعة ليها، ولازم بعض الأوقات بيبقى مختلفة من مدرسة لمدرسة، ولكن لازم على الكل احترامها سواء كان ستاف أو طلبة أو حتى بيرنتس. طيب الباحثين التربويين قالوا يا جماعة لازم نحدد الأسباب اللي بتخلي الطفل تتصرف بسلوك مش كويس. ايه هم الأربع أسباب اللي لازم الكل يعرفهم؟ أول حاجة هم عايزين حاجة معينة غير اللي انت بتقول عليها. تاني حاجة عايزين يهربوا من الحاجة اللي انت بتعملها دي، أو بيحاولوا يتجنبوها لأن هم مش عارفين يعملوها. تالت حاجة هو عايز يوصل لك رسالة، يعني اللي بيتنمر هو عايز يوصل رسالة ان انا كمان بتعرض لتنمر. اوكي. اخر حاجة هو ممكن يكون بيوصل لك احتياج، هو محتاج كلمة موتيفيشن مثلا، محتاج تشجيع، محتاج حاجة، فهو بيحاول يوصل لك احتياج معين هو عايزه. اخر حاجه عايزه اقولها ان هنا في المدارس مفيش ضرب، مفيش زعيق، مفيش اي حاجه تخوف، وبرغم ده كل الستودنت والاطفال فولو ذا رولز وبيسمعوا الكلام وفاهمين كل حاجه. هقول لكم ازاي وليه الفيديو الجاي، بس المره دي انا عايزاكم تعرفوا الفرق ما بين السلوك التنافسي والسلوك الايجابي. السلوك الايجابي اللي عايزين نعززه عند الطفل، والسلوك التنافسي احنا بندعمه وبنساعده عشان يغيره. احنا مش بنتحكم في الطفل، احنا بس بنخليه good person. Don't try to control any child, just help him to become a good person. بس كده، باي.